اهلا بيكم وصفحه جديده من صفحات الكتالوج وسنه جديده على الابواب. مش مهم لا هي سنه كام ولا اللي فات كانت سنة كام، لكن سنة 2020 كانت من السنوات التقيلة اللي مرت علينا، سنة كلها أمراض وأوبئة وفيروسات وحالات وفيات كتير جدا، لكن فيها خبرات إيجابية وفيها خبرات سلبية. طب إزاي نطلع من السنة دي كسبانين علشان نطلع على سنة جديدة بمكسب من سنة عدت؟ ده اللي هنعرفه بحسبة بسيطة اسمها حسبة 20. خلينا متفقين إن كل موقف بنمر بيه بيبقى عبارة عن خبرة عملية ومشاعر بنحسها في الموقف. تعالوا بقى نقسم السنة تقسيمة تسهل علينا حسبة 20 علشان نعرف ايه اللي هناخده من المواقف ومن الخبرات ومن المشاعر لسنة 2021 وايه اللي هنسيبه لحسبته القديمة بتاعة 2020. ورقة وقلم كده حلوين واكتب من فوق عنوان حسبة 20 وشد خط في النص يقسم الصفحة 2. اكتب في اليمين المواقف الإيجابية اللي انت مريت بيها وفي الشمال المواقف السلبية اللي انت مريت بيها، ودي أول خطوة. تاني خطوة هنمسك الأحداث الإيجابية اللي في اليمين وهنكتب تحت كل حدث الخبرات اللي أخدناها منه وايه المشاعر اللي حسيناها فيه. طيب الخبرات اللي خدناها منه اكيد خبرات ايجابيه، طول ما الموقف ايجابي وخبراته ايجابيه اكيد مشاعره كمان هتكون ايجابيه، بس نخلي بالنا من حاجه صغيره، في مشاعر ايجابيه بتدفعني لقدام وفي مشاعر ايجابيه بتخليني واقف مكاني. تعالوا نقول امثله. يعني مثلا في سنه 2020 لو كسبت فلوس كتير او نجحت في شغلك او كنت بتاخد كورس ونجحت، معنى كده ان الموقف ده ايجابي وفي مشاعر ايجابيه وفي خبره ايجابيه. خبره يعني استراتيجيه وخطه انت عملتها علشان توصل لده، دي هناخدها معانا سنه 2021. نيجي بقى على المشاعر. في نوعين من المشاعر الإيجابية، نوع بيوقفني مكاني لأني بحس بالاكتفاء، ده هنسيبه لحسبته القديمة ومش هناخده معانا. إنما في نوع تاني اللي بيزقني لقدام علشان خاطر أتقدم وآخد خطوات جديدة وأفكر بشكل جديد إن أنا أتطور أكتر وأكتر، دي بقى المشاعر اللي هاخدها معايا ل 2021. نروح بقى على الناحية الشمال وهي المواقف السلبية اللي مرينا بيها. تعالوا نختار أكبر حدث سلبي مر علينا في 2020 وهو كورونا فيروس. كورونا فيروس لو قسمنا كده الموقف لخبرات مرينا بيها ومشاعر حسيناها، هنلاقي الخبرات اللي مرينا بيها هي كانت خبرات قوية جدا وناجحة وقدرنا نعدي بسلام حقيقي، وقدرنا في نفس الوقت نطور من أدائنا وقدرنا إن احنا نحافظ على صحتنا وعلى حدودنا الشخصية ومسافات الأمان اللي بيننا وبين الآخرين، وتعلمنا خبرة جديدة نقدر ناخدها معانا 2021. لو رحنا على المشاعر هنلاقيها مشاعر كانت كلها خوف ورعب وقلق وحاسين بضغط رهيب، دي بقى المشاعر اللي هنسيبها ل 2020 ونقول لها خليكي في حسبتك القديمه. نيجي بقى نلخص الكلام في جملتين. اول حاجه الخبرات سواء كان الحدث ايجابي او سلبي اتفقنا ان احنا هنطلع بيها ل 2021. ليه؟ لان الخبرات دي سواء خبرات ايجابيه انت نجحت فيها فاوتوماتيك هتاخدها معاك، ولو الخبرات دي خبرات سلبيه هي على الاقل علمتك حاجه جديده هتاخد بالك منها بعدين، فبالتالي بناخد الخبرات كلها سواء ايجابيه او سلبيه ونطلع بيها على 2021. نروح بقى على المشاعر. نوع واحد بس من المشاعر هو اللي ناخده معانا وهي المشاعر الإيجابية اللي هتحركنا لقدام. هنسيب المشاعر الإيجابية اللي بتحسسنا بالاكتفاء لأنها هتوصلنا الكسل، وهنسيب المشاعر السلبية لأنها هتحسسنا بالخوف والقلق. فدلوقتي احنا عرفنا ايه اللي هنطلع بيه لسنة جديدة وايه اللي هنسيبه لحسبته القديمة. وكل سنة وانتم طيبين وسنة جديدة جميلة وسعيدة عليكم، واشوفكم مرة تانية على خير من الكتالوج.